انت قلت لي انت منين؟ السعودية. منين في السعوديه؟ من البحر الجنوب. احساسك ايه وانتوا فايزين على الارجنتين دلوقتي كده؟ لا لا مبسوطين. مبسوطين؟ هتكملوا في كاس العالم؟ بإذن الله. صعدوا دور ال 16؟ إن شاء الله. ان شاء الله. قول لي ايه بيزعلك في الاخير؟ السلام عليكم. صديقنا السعودي اللي دخل العمليه وهو فرحان بفوز السعوديه على الارجنتين في اولى مبارياتها في كاس العالم، ان شاء الله فرحته تكمل بنتيجه العمليه، عمليه تجميل الانف الوظيفي اللي هيخضع عليها حالا ان شاء الله. تعالوا نشوف المشاكل اللي في شكل الانف وازاي هنشتغل عليها اثناء العمليه ان شاء الله. لو بصينا مع بعض هنلاقي ان في بروز في ظهر الانف، البروز ده جزء منه عظمي وجزء منه غضاريف. ان شاء الله اثناء العمليه يتم نحت ظهر الانف، وزي ما احنا عارفين الانف الرجالي يجب ان يكون ظهر الانف مستقيم وليس مقعر مثل الانف الانثويه. عظام الانف من اعلى عريضه الى حد كبير يجب نحتها وضمها لتصبح الانف محدده ومنحوته. الغضاريف المكونه لارنبه الانف، ودي طبعا غير الغضاريف بتاعه التنفس، يجب نحتها لتصبح الارنبه محدده وبوينتد وسبورتد. أرنبة الأنف مشقوقة، غضاريف المكونة لأرنبة الأنف يجب ضمها على بعضها لتصبح أصغر في الحجم ومحددة أكثر وسبورتد عشان ما تقعش أثناء الضحك زي ما احنا شايفين، بالإضافة إلى اعوجاج الحاجز الأنفي من الداخل اللي هنشتغل عليه بالمنظار لإصلاح مجرى التنفس. دعواتكم وننزل لكم النتيجة بعد العملية مباشرة إن شاء الله. شكرا لدعواتكم الجميله. زي ما احنا شايفين ظهر الانف اللي كان محدب للخارج او كان فيه بروز عظمي اصبح مستوي تماما ليعطي منظر بانف رجولي. تم تصغير ابعاده لتتناسب مع بعضها البعض وتتناسب مع ملامح الوجه الرجولي السعودي الجميل. عظام الانف من اعلى تم نحتها، الغضاريف المكونه لارنبه الانف تم تصغيرها، الارنبه اللي كانت واقعه اصبحت سبورتد، اللي كانت مشقوقه من الاول تم ضمها وتصغيرها اصبحت بتعكس نقطة النور الساقط عليها. حاجز الأنفي اللي كان عامل ضيق في التنفس تم إصلاحه من الداخل بالمنظار. شكرا لدعواتكم الجميلة، في انتظار تعليقاتكم على الفيسبوك والإنستجرام واليوتيوب إن شاء الله.